انا بستعجب جدا للناس اللي بتيجي من بلاد عارفه ناس هنا اكبر منهم في السن بمراحل كبيره، ويجي يتجوزها ويا ريت هي حلوه او غنيه او هتساعدك في حاجه، لا تبقى وحشه وفقيره والكلام من ده. يا حبيبي الجواز ماهوش بس واحد وواحده، لا الجواز لازم تختار شريك حياتك بدون مصلحه، لازم يكون معاك على طول مدى الحياه. ادام في تفاهم وحب واحترام، ادام اهم حاجه في العلاقه الامان والطمانينه. فانت ما تجيش تاخد واحده اكبر منك عشان ورق او اقامه او حتى جنسيه. ف اي حاجه فيها مصلحه بتخرب على دماغك. تمام. وطبعا ناس كتير بشوفهم النساء هنا بتستغلهم جنسيا، وبيبقى اكبر منهم، فهي الحاجه الحلوه بتتشالها صح. فانت لما تيجي تتعرف على واحده كشخصيه مناسبه ليك، تتجوزها على سنه الله ورسوله بدون مصلحه. حتى لو واحده عربيه هنا في البرازيل ومعاش ورق وانت معكش ورق، ربنا هيكرمكم وتعرفوا تعملوا ورق بعد كده. فانت ما تجيش عشان تاخد جنسيه من واحده برازيليه او واحد برازيلي. فأهم حاجة المودة والرحمة والأمان والطمأنينة، والعلاقات المبنية على مصلحة بتفسد. تمام. فأنصحكم جميعا اللي عاوز يتجوز، الجواز سترة وعفة للجميع، ولكن اختار صح، عشان لما تختار صح ربنا هيكرمك. تمام. ما تروحش تتجوز واحدة قد أمك وريتها حلوة.